السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده جايين نتكلم على اليوز ميمو، وباذن الله لو ركزت في الفيديو ده مش هتبقى محتاج تتفرج على اي فيديوهات تانية. فجهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدا الفيديو. زي ما انت شايف كده انا عندي هنا component اسمه use memo example. في هنا عندي state اتكلمنا عليه قبل كده، بتاخد to do status، ودي type جاي من التو دوز هنبقى نتفرج عليه دلوقتي. وهنا عندي ستيت تانية اسمها is checked، وهنا الفانكشن اللي بتسيت الستيت دي، وهنا طبعا ستيت والتايب بتاعها بولين، مفيش مشكله، والديفولت بتاعتها ديفولت فاليو فولس. اوكي. هنا عندي بوتون بياخد الست تاب، وبناء على البوتون اللي انا بضغط عليه بيحط هنا سواء all او active او completed. ودلوقتي انت هتشوف اللي انا بقول لك عليه، اللي انا محتاجه ده بيعمل ايه في الاوتبوت. اوكي. هنا في بي ار عادي جدا، هنا في ليبل عباره عن انبوت فيه تشيك بوكس، والانبوت ده it is checked لو هو true هيبقى عليه علامه اللي تشيكد، وغير كده لو انا ضغطت عليه تاني المفروض ان هو هيست القيمه الجديده بتاعت اللي تشيك. الحاجات دي كلها انت عارفها. وهنا التو دو ليست عباره عن كومبوننت بتعرض بياخد هنا التو دوز. بياخدها منين بقى؟ بياخدها من الكرييت تو دوز. تعال نبدا نبص على الكرييت تو دوز دي كده عشان نشوف ايه اللي بيحصل. عباره عن فانكشن عاديه خالص، كل اللي هي بتعمله بتكريت اري، والاري دي بتلوب عليها، وكل ما هي بتلوب لحد 50 ايتم بتبش هنا ال بتبش جوه تو دوز، بتبش اوبجكت. الاوبجكت ده فيه اي دي وفيه تكست وفيه هنا الماس راندوم للكومبليتد، وبتعمل ريتيرن للتو دوز دي. اوكي. وبعد كده ايه اللي يحصل؟ ده انترفيس للتو دو عشان اجي هنا وهو بيفلتر يكون عارف التايب اللي هو المفروض بيفلتر عليه. لو انت بتكتب تايب سكريبت فانت فاهم انا بعمل ايه دلوقتي، لو مش بتكتب تايب سكريبت فاعتبر نفسك ما شفتش الحاجه دي خالص. انا بحدد بس التايب بتاع كل تو دو عشان بعد كده ابدا ان انا فلتريشن عليه بكل سهوله. اوكي. تمام. نيجي هنا للتو دو ستيتس، ودي عندي الستيتس بتاعتي التو دو بتاعتي عباره عن ثلاث حاجات: لا اول، لا اكتف، لا كومبليتد. اوكي. عندي هنا الفانكشن دي المسؤوله عن الفلتر تو دوز، بتاخد التودوز بتاعتي اللي هي array of to do، اللي هي array of object، اللي الاوبجكت هيبقى بتاع id وتكست completed. واتفقنا ان to do ده النمبر. ولو انت مش فاهم تايب سكريبت اسكيب الحته دي خالص، ان هي بتاخد to do's as a parameter، وبتاخد التاب اللي هو ايه التاب، سواء complete او active او all. اوكي مفيش مشكله. وبناء على كده بتعمل ايه؟ اول حاجه بتطبع لي هنا في الكونسول artificial slow filtering to do length اللي هو عدد التو دوز بتاعتي، وهنا فور التاب اللي اسمه كده. طب ليه انا عامل الكونسول لوج دي؟ عشان اوريك حاجه دلوقتي هوريها لك في الاوتبوت ان شاء الله. تمام. وهنا بعمل ستارت تايم performance دوت ناو وايل performance دوت ناو، بعمل هنا من الاخر سيميوليت اكن الكود بتاعي بيتاخر، وانا عامله هنا عشان اعمل سلو ايتم. وشرحنا الحته دي قبل كده في هوكس فاتت. بعمل الموضوع ده عشان نخلي الكود ابطا فيه وهو بيعمل كرييشن، عشان نشوف المشكله اللي ممكن تواجهنا مع البيج كود او البيج داتا. اوكي. وهنا بكل بساطه بيخش على التو دوز دي، بيفلتر عن طريق التو دو. اف لو التاب بتاعتي اللي انا بعتها اللي هي اول هيجيب لي التودوز اللي بتساوي اول، لو هي اكتف هيجيب لي اللي بتساوي اكتف، وهكذا. الموضوع ده بسيط جدا وكل حاجه زي الفل. وهنا زي ما انت شايف كده التودو ليست بتاخد بعد ما بعمل فلتريشن ببعت هنا التودوز بتاعتي اللي هي بعمل ريتيرن ليها، فببعتها هنا باخدها عن طريق، طبعا انا بشغل الفانكشن دي فين؟ الكرييت فانكشن دي الفلتر تودوز بشغلها هنا، والفانكشن اللي بالكرييت فانكشن بشغلهم فين؟ زي ما انت شايف كده في اليوز ميمو اكزامبل. عندي الكريت تو، خدت التو دوز بتاعتي بعتها هنا في التو دو ليست عشان ابدا اللي انا اعرضها. وعندي التو دو ليست عباره عن ايه؟ كونست فيزبل تو دوز، بيفلتر التو دوز على حسب ايه؟ على حسب التاب. وهنا بعرض التو دوز بتاعتي بعد ما عملت لها فلتريشن وكل حاجه تمام. ممكن الحته دي تبقى متلخبطه معاك شويه، ولكن لما نشوف الاوتبوت هتلاقي كل حاجه سهله وبسيطه والدنيا جميله ان شاء الله. فدلوقتي كل اللي انا اعمله هنا هتفتح الكود بتاعي كده، هتلاقي هنا عندي 3 تاب اللي احنا اتفقنا عليهم: completed active all، وهنا زرار التشيك اللي انا كلمتك عليه، وهنا التودوز بتاعتي اللي عليها علامه كده معناها ان هي completed، الفاضيه معناها اللي هي active، وall بيعرض كل حاجه. ودي التابس اللي انا كنت بكلمك عليها. وبناء على التاب اللي انا هضغط عليها يبدا ان هو يفلتريشن ويعمل كل العمليات اللي انا وريتها لك قبل كده. يعني دلوقتي ضغطت على الاكتف، المتوقع اللي هو يعمل ايه؟ هيعرض لي الاكتف زي ما انت شايف كده اللي انا شغال عليهم. لو ضغطت على الكومبليتد هيعرض لي على الحاجات اللي معمول عليها علامه كده، وده معناها ان هي خلصت. طيب الكالكوليشنز دي بتتم ازاي؟ افكرك تاني، لو انا دخلت على الكود هتلاقي اللي هو بياخد التاب اللي انا بعته، وبناء على ذلك بيبعته جوه الفلترد، بيبعت التاب ده
جوه الفلتر تو دوز، وبناء على الفلتر تو دوز دي اللي هي بتاخد الكرييت تو دوز وتبدا ان هي تفلتر. طب هي هنا بتاخد التو دوز دي منين؟ عن طريق التو دو ليست اللي انا ببعت لها التو دوز. طب التو دوز دي جايه منين؟ بكل بساطه لو بصيت هنا هتلاقي ان انا بعمل كل الفانكشن دي. يعني من الاخر خلينا نركز في دي، تو دو ليست دي بتاخد التو دوز والتاب، وبناء على ذلك بتجيب لي الفلتر تو دوز اللي جايه من التاب، سواء هي اول اكتيفد كومبليتد، كل حاجه زي الفل، كل حاجه تمام، ما عنديش مشكله زي الفل. طب ايه بقى المشكله؟ دلوقتي هنبدا نشوف الكود بتاعي تاني كده الاوتبوت، واعمل هنا ريفرش، ونبدا ان احنا نفتح الكونسول الجميل بتاعنا كده. هنعمل انسبكت كونسول، وهنا هتلاقي في مرحله الماونتنج عرض artificial slow filtering، ودي الكونسول لوج اللي انا قلت لك عليها اللي موجوده عندي في فلترد ايه تو دوز. اوكي، طيب ايه المشكله عندي هنا؟ لو انا دلوقتي رحت عملت اكتف، دلوقتي ايه اللي حصل؟ عمل لي artificial اللي هو ايتمز او تو دوز فور اكتف تاب. مفيش مشكله، كل حاجه تمام. لو عملت كومبليتد هيعرض لي بتاعه الكومبليتد، وهيرجع يفلتر الاليمنت بتاعتي او تو دوز بتاعتي. طب ايه المشكله هنا؟ لو انا عملت تشيكد زي ما انت شايف ايه اللي حصل؟ راح عمل الكالكوليشن المتعبه اللي بتاخد وقت بتاعه الفلتريشن. طبعا دي مشكله كبيره جدا. طب المشكله دي حصلت ليه؟ بكل بساطه هقول لك تاني. لو جينا هنا للكود هتلاقي عندي جوه اليوز ميمو ايه اللي بيتغير هنا؟ از تشيكد اتس ستيت. وانت عارف طبعا قبل كده لما جيت شرحت الستيت وقلت لك every component should render، لما الكومبوننت بتاعي بيرندر او الستيت دي اما بتتغير بيحصل ري رندر تاني للكومبوننتس بتاعي، فبالتالي الكومبوننت ده بيروح يبعت التودو ليست كل مره بيروح يفلتريشن من اول وجديد. فانا هنا محتاج ايه؟ محتاج اللي انا اعمل ميمومايزيشن للفانكشن اللي بتفلتر عشان ما يروحش يعمل كل الكالكوليشنز دي من اول وجديد تاني، الكالكوليشن المتعبه دي. فانا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ اعمل لها ميمومايزيشن عشان الموضوع بتاعي يبقى سهل وما عنديش مشكله. طب هعمل الموضوع ده ازاي؟ عن طريق الهوك اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده اللي اسمه يوز ميمو. فبكل بساطه دلوقتي تعالى نبص عليه على الدوكيومنتيشن، هتلاقيه بيقول لك اليوز ميمو بيعمل ايه؟ عباره عن رياكت هوك that let you cache result calculation between re-render، يعني بيعمل كاش للريزلت between الري ريندرز. لو نزلنا تحت شويه هتلاقي هنا في معلومات كتيره عن اليوز ميمو هوك، ولكن انا مش محتاج كل الكلام ده، انا محتاج اوريك بس اللي انا المثال اللي انا كنت بستخدمه. هتلاقي هنا سكيمن calculation with use memo و always recalculate value، ده نفس المثال ولكن باختلاف حاجه بسيطه. هو هنا بيخلي السيم دارك مود او لايت مود. طيب خلي بالك اما جبت هنا قلت له الوز ريكالكوليتنج فاليو، هنا كل مره كنت بغير السيم او ببعت كل مره السيم الجديد سواء هو دارك او لايت، كان بيقعد وقت كبير جدا. ليه؟ عشان كل مره بيروح يكالكوليت كل التدوس دي من اول وجديد. ولكن الحل بتاعها ايه؟ اللي انا زي ما قلت لك استخدم اليوز ميمو. اليوز ميمو هتيجي تعمل ايه؟ فاكر الفانكشن اللي اسمها فيزبل تو دو؟ الفانكشن اللي عندي اللي كان اسمها فيزبل تو دو اللي كانت بتاخد الفلتر تو دوز وتبدا ان هي تعمل عليها فلتر، انا محتاج اعمل للفانكشن دي ميمورايزيشن، اعمل لها كاشنج. بكل بساطه اقول لها ما تشتغليش الا لما انا احتاجك انك تشتغلي، واعملي كاشنج للقيمه اللي عندك دي بدل القيمه دي ما اتغيرتش. فلو خدت الكود ده كده كوبي او بدات اكتبه عندي ما عنديش مشكله، هيها وفتحت الكود اديتور بتاعي، وهنا رحت للفانكشن المسؤول اللي اسمها فيزبل تو دو اللي هي المفروض بتعرض الفلتر تو دوز دي، وجيت هنا بكل بساطه قلت له الفيزبل تو دوز دي عباره بصيلي هنا اليوز ميمو وجبتها عن طريق رياكت. هتلاقي هنا يوز ميمو بتقول لك will recompute the memoized when value on the deb has changed. اوكي، هتعمل ريكمبيوت امتى؟ لما الديبندنسيز تتغير. اوكي، لحد دلوقتي كل حاجه تمام. لو شلنا التاب ده كده، اليوز ميمو بتاخد كول باك فانكشن بترجع لي الفلتر تو دوز بتاعتي العاديه خالص، وهنا تو دوز والتاب. وطبعا هنا بتاخد السكند بارامتر اللي هي الديبندنسيز، وبناء على الديبندنسيز دي لو اتغيرت هتبدا تريكالكوليتد الحاجه دي من اول وجديد، وده طبعا اللي انا محتاجه. بناء على التاب ده محتاج ان هو كل مره سواء هو اول او اكتف او كومبليتد، محتاج ان هو كل مره يروح يغير التو دوز دي او يعمل فلتريشن من الاول وجديد. فبالتالي كده انا اتحكمت في موضوع الفلتر تو دوز. ودلوقتي لو عملنا سيف ورحنا اتاكدنا من الكود بتاعنا، ريفرش هنا، ودلوقتي هعمل
اللي تشيكد طبعا دي مرحله الماونتنج الطبيعي يحصل كده. عملت ريموف للكونسول، عملت تشيكد زي ما انت شايف كده. زرار اللي تشيكد حمل بسرعه جدا. ليه دلوقتي؟ عشان انا عملت مميز للكاش. ولو عملت انتشيكد نفس الموضوع هيحصل. ودلوقتي لو جيت عملت اكتف ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ الفلتريشن فانكشن بتاعتها تشتغل عادي. ليه بقى هتشتغل عادي؟ وركز في الحته دي، عشان لو جيت هنا بصيت للكود هتلاقي هنا بباصي في الديبندنسيز التو دوز والتاب. وده معناه انا بقول له ابدا اعمل ريكالكوليت امتى؟ لما التاب تجي لك بقيمه متغيره، سواء اول لو هي كانت بقول فتجي لك باكتف، او كومبليتد او التودوز نفسها بتاعتي تتغير. فبالتالي كده انا حققت المبدا بتاع اليوز ميمو صح جدا. ونرجع تاني نقول اليوز ميمو عباره بتعمل ويل اونلي ريكمبيوت. بتعمل ريكمبيوت امتى؟ في حاله ان الديبندنسيز بتاعتك اتغيرت. طب ممكن واحد فيكم يقول لي خلاص انا هشيل الديبندنسيز دي، وممكن انت بتضحك عليا، ودلوقتي المفروض لو كلامك حقيقي ايه اللي يحصل في الاوتبوت؟ ما يحصلش ريكالكوليتنج تاني. اوكي صح، انت صح جدا. هعمل ريفرش. انا دلوقتي المفروض في الاكتف، عشان المفروض هنا في الاول عشان ده ال الماونتنج او الديفولت فاليو عندي. هعمل ريفرش. طبعا الديفولت فاليو دي مش جايبها من دماغه، هو جايبها هنا عن طريق زي ما انت شايف كده. نبص على اليوز ميمو اكزامبل. الديفولت فاليو اللي موجوده عندي في التو دو ستيتس او في اليوز ستيت قصدي، اللي اسمها تاب اللي هي اول. لو قلت له هنا اكتف هيبقى اكتف مفيش مشكله، يعني على حسب اللي انا بوصيه. تمام، عملت ريفرش كده هيبقى هنا اكتف. هتباصي الاكتف بس. طبعا انا مش عايز كده، انا عايزها تبقى في الاول. وهعمل سيف تاني، اعمل ريفرش اول. ايه اللي حصل دلوقتي؟ هي في الاول. هعمل كلير للكونسول، هعمل اكتف زي ما انت شايف ما حصلش اي حاجه. هعمل كومبليتد ما حصلش هنا اي حاجه. ليه ما حصلش اي حاجه ولسه هو دلوقتي شايف ان هو في الاول؟ عشان بكل بساطه هو عمل فريز للفانكشن دي زي ما كنا بنقول. عمل جمد الفانكشن دي، عمل كاش ليها وخزنها عنده. فبالتالي مش هيحصل اي تغيير اطلاقا. ليه؟ عشان انا قلت له اعمل كاشنج وخلاص. ولكن لو انا قلت له ابدا اعمل ريكمبيوتنج تاني امتى؟ لما التودوز بتاعتي تتغير. طبعا محتاج امتى ده يحصل؟ لما التودوز بتاعتي تتغير، وكمان لما التاب بتاعتي تتغير. دلوقتي نعمل سيف، نعمل ريفرش، نشوف كل حاجه تمام. نجرب نعمل الاول شغاله اوريدي. انا في الاول فمش هيروح يعمل اول تاني. اكتف كل حاجه تمام، وجاب لي فعلا الاكتف تو دوز وكومبليتد. فعلا جاب لي الكومبليت تو دوز زي ما انت شايف كده، وكل حاجه زي الفل. وزرار اللي تشيك دلوقتي بقى شغال وكل حاجه زي الفل. وبس كده يا صديقي، كده نكون خلصنا موضوع اليوز ميمو. بس كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك وتعرفني في الكومنتات اللي هو عجبك. ويا ريت لو انت متابع رياكت لازم تعمل دلوقتي سبسكرايب وتفعل زر الجرس، عشان كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتبقى مهمه جدا. لو انت بتتعامل مع رياكت هنتكلم على ديزاين باترنز جوه رياكت. هنكمل بقيه البلاي ليست بتاعت الهوكس. هنعمل كاستم هوكس، هنعمل بيج بروجكت برياكت ونكست جي اس. فمهم جدا انك تكون عامل سبسكرايب وتتاكد من تفعيل زر الجرس. وبس كده يا صديقي. لو عايز تدعمني ماديا تقدر تدعمني انك تنتسب في القناه او تدعمني عن طريق بيبال. والافضل من ده كله انك تدعي لي دعوه حلوه بظهر الغيب. وبس كده يا صديقي، مش عايز اطول عليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شوف كل الحلقات اللي فاتتك. السلام عليكم.